بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بەڕێزان گەیشتین بە زانستێکی تری زانستەکانی قورئان کە چوارەم پێی دەگوترێت ڕسم المصحف. ڕسمی مصحف ئەم زانستەش پەیوەنددارە بە جەمعی قورئان، زانستی کۆکردنەوەی قورئان، بەڵام ئەو بەشەی کە ئەلکیتابی نەک حفظەکە نا، حفظون فی الصدور نا، ئەوەی کە جەمعن کتابی کە بەنووسینەوە کرابوو لە سەردەمی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، دواتریش لە سەردەمی پێشەوامان ئەبوو بەکری سەدیق و لە دوای ئەوێژ عوثمانی کوڕی عەفان ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لەسەر بێتن. و ئەم زانستەش دیارە پەیوەندی هەیە بە علمی قیراءات، چۆنیەتی خوێندنەوە، لەبەر ئەوەی دەلالەت لە چۆنیەتی خوێندنەوە دەکاتن، و ئەوەش دەبێتە ئەسڵ لە سەبارەت بە ڕسم چۆنیەتی نووسینەوەکە بەگشتی. سەمچی ڕسم المصحف، الرسم لغة دەرێ الأثر، یعنی شتێکەوە کاریگەری لە دوای خۆی بەجێهێشتێ. ومنه رسوم الديار، يعني رسوم الديار، يعني بۆ نمونە شارێک ئەگەر هاتوو لە ناو چوو بێتن، بەڵام ئاثەوارەکەی مابێ، بناغەی خانووەکانی مابێ، ئەو پێی دەگوترێ رسوم الدیاری. یان هەروەها لە زمانی عەرەبی دەڵێ ڕەسەمە عەلا کەذا، ڕسمی لەسەر شت کرد، یعنی کەتەبە عەلەیهی لەسەری نووسی، کەواتە الرسم يعني الكتابة، نووسین. مەبەستمان پێ ئەوەیە. أدي رسم مصحف تيبي ناسكي دري هو كتابته بالطريقة التي كتب أو كتب الصحابة رضي الله عنهم المصاحف، أو نسيني بوريجاي كصحابي باريس لمصحفة نسيانا كبيدا قتري، ويعرف بالرسم العثماني، بيدا قتري رسم عثماني، أوش نسبة دانا بالا بو بيشاوامان عثماني كوري عفان رضا ورحمة خوای لبه، کاتێک کە فەرمانی کرد بە نسخکردن، کۆپیکردنی مصحفەکان و ناردنی بۆ ئەو شوێنانەی کەوا باسمان کرد. اینجا لە دوای ئەوە چ سەر هەڵدەدا، وقد نشأ عن تتبع طريقتهم في كتابة المصحف، سەر هەڵدانەکەی بە دواکەوتن، یان بە شوێنکەوتنی ئەو ڕێگەیانەی کەوا ئەو شێوازانەی کەوا لە کاتی نووسینا پەیڕەویان کردووە، و ظواهری ئەو زانستە کە زانستێکە کە دەبێتە زانستێکی سەر بەخۆ، چکە لە بەرەوەی نووسین مەباحیثی خۆی هەیە، مصنفاتی خۆیدایە لەسەری نووسراوە کە پێی دەگوترێ علم و ڕسم المصحفی، یان پێی دەگوترێ کتابة المصحف، یان هیجاء المصحف، یان خط المصحف، کە ئەوە چەند ناوانەی هەیە. زانستی ڕسم المصحف، علم و ڕسم المصحفی پێناسەکەی بەڕێزان دەفەرمێ علم زانستێکە تعرف به، بو زانستا أما تسد زانين تسد ناسينوا مخالفة رسم المصاحف العثمانية. هر بيتسوانيك أجر بيتسواني أو رسميك مصحف عثماني كور عفاني بينسراوتوا لأصول الرسم القياسي كوابوشي وكقياسا كدياري كراو وكتسي، من حذف لا حذف كردن، وزيادة زياد كردن، وبدل لزيادة بيتك نسراوا، وفصل ووصل لشوينك ليك دەکرێتەوە یان وەصل دەکرێت، دەگەێنرێت بەیەکەوە کە نمونە دواتر باسی دەکەین. ئەبرز معالم الرسم العثماني، بەناوبانگترین نیشانەکانی ڕسمی عثماني، دەفەرمێ یەکەمیان كان الرسم العثماني مجردا من أية علامة، پیتەکانی نووسینی قورئانی سەردەمی پێشەوامان عوثمان هیچ ناونیشانێکی لەسەر نەبوو، نە نقطة نا إشارة نا علامة، يعني حتى حركات هيت سيسي لسر نبوة، فلا نقاط على الحروف، هيت نقطة خالبندي لسر بيتكان نبوة، ولا علامات الشكل، هيت حركات، هيت إشارات نشانيت لسر نبوة، ولا أي من علامات الضبط التي ألحقت فيما بعد، وهيز نشانيت تريش كدواتر وكوبون منا آيات ككوتاي دي نشاني آيات كان، یان حزبەکان لە چێن دەرێ یان سەجدا، ئەو شتانە هیچی لەسەر نەبوو، کەواتە بەس پیتەکان نووسرابوونەوە مجرد لە چێ لە هەر نیشانە و ئاماژەیەک. دووەمیان يتوافق الرسم العثماني مع رسم القياس الإملائي كثيرا،
أو شواز النووسنوي عثمانية دقنزان لقر شوازي قياسي كإملائية كي لزور شن يعني متوافقا لقر يك دقنزين بلام ولكن يخالفه في جملة بلام جملة هندك جوازي شهيل وكو أونية وكو تسي الظواهر منها لو ظواهر كان بزيادة دبينين لرسمي قياسي إملائي بيت هي لعثمانية كان دنسري بلام لوي نانسري نقص لوي كم تر هيك كسلا لقياسكي يعني إملائكي دنسري يعني بدل، وهي التي نشأ عنها علم رسم المصحف واستنبط من خلالها قواعد الرسم العثماني. دواتر قواعد سن بن سينيك بو نسينوي بيتكاني بن رسم عثماني كوا ديار كرا سن قاعدة كمان هيك كشش قاعدة دين باسيان دكين قواعد الرسم العثماني، وهي 6 قواعد، وهي كمان الحذف. حذف وكوت برزان مثال حذف الألف في مواضع كثيرة. تبين بيتي ألف لا زور شوينان لكلمات كان لو شكان حذف كراوة وكوت سي وكو الرحمن سيري كان الرحمن بخوي لدواي ألف دبي ألف يك هبي رحمن بلام المصحف عثماني أو ألف مانية. السماوات بخوي السماوات تبع لدواي واو أو ألف هبي كسينية. هروها السماء لو يشبه مانشت نية. هروها قاعدة تر الزيادة زيادة ألف لهند شوين هي كالرسمي عثماني هي برام لرسمي قياسي إملاء إنا نسره وكو أو آتي لأذبحنه لراء ألف كيا أو ألفا زيادة برام لرسمك وكو رسم دا نسره. سيميا الهمزات ولها أوضاع خاصة في أول الكلمات ووسطها وآخرها. همزة كان كحالات جوازة وكو همزاني لسرتاي بيديانا راوراسي بيديانا كوتاي بيدا هي وكو يؤمنون شوازكي تسون نسراو همزة لسر واو بئس لرا همزة لسر نبرا سأل كهمزة لسر ألف نسراو كأو همزات دفرمي وهي من أوسع أبواب الضبط وأشكالها زياد للزوربي شوينا كان أو حالة تمان هي كأماجي بيكراوا. سأرم قاعدة البدل مثل كتابة الواو في الصلوات يعني الصلاة بدلا عن الألف الصلاة بخوي الصلاة أو ديار الصاد لام ألف تاء بلام أو ألفا رش كراوتو لبدلي ويسي داندرا واو داندراوا كتي واو كناخوين دريتو تنابري الصلوات دري الصلاة بلام واو كدنسي ألف يشي مقصوري كتسكا لسر واو كراوا. قاعدة الوصل والفصل أوش وكو تسي نموني إن ما لهندي شوينان وصل دكري لهندي شوينان فصل كراي يعني لقل يك ننسراوا لو شويني كفصل كراوا إنما توعدون لآت لسوري أنعام لآت صدو سيوتسار ليرا إنا ما وصلنا كراوا فصل كراوا لنيوان يعني هروها لسوري الذاريات لآتي بينزم إنما توعدون لصادق سير ذكي إنما وصل كراوا يعني بيجين دراوا. قاعدة ششم كوتاي ما فيه قراءتان وكتب على إحداهما. دو قراءة مان هي لسر أم كلمة بلام بيكشان نسراوا وكو كلمة سكارى بالألف ودونها بألف دنسري سكارى ولهندي شوانيش سكارى يعني ألف كان نسري. لا سوري الحج لآياتي دو خواهي جورة فرمي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ليرك السيد دكين ألفكا لأننا نسرى بلام قراءة شمان هي بو ألفات دخوين دريتوا بابزان مصد أصلي كمان هي بو رسمي عثماني وطريقين نقل تسون بو إيما باتش شوازق نقل كراوا. الأصل الذي يعتمد في حكاية المرسوم هو المصاحف. أصل كاعتمادي للسر بكريتن سبارت بنسينا أو مصاحفانية كبيشهامان عثماني كوري عفان كشش داني لي كوبي كرد ناردي بو بينز غلاتي مسلمانان أو أصل يعني اعتماد لسر أو أصل كراوا لكاتي كنسخي كردو ناردوتي. وكل ما حكاه العلماء الرسمي المتقدمون فهو عن هذه المصاحف همو أو
شتانی کە باسمان کرد قاعیدەکان کە زانانی پێشوو باسییان کردە لەو مصحفانە وەرگیراوە یان أو عن مصاحف دفرمي أخذت رسومها عن هذه المصاحف الأصلية لا أصلية كانت سون نقل كراوة بمشي وورجراوة ومصحف دواي مصحف كوبي كراو تاوكو بروجداري أمر مانجيشتوا بمشيوا كوت أو مصحفي استا برسمي عثماني نسراوة اعتمادي كردوا لسر همان أو مصحفي كوا بيشا همان عثماني كوري عفان رزاي خواي لبي لسر دمي خوي نوسيوا وكوبي كردوا بو بينز ولاتي مسلماناني ناردوا. المصنفات في علم رسم المصحف أدي سبارت بو مصدراني بو كتاباني كلا رسم مصحفها نسراوا يعني زانان يعني كتاب يعني سبارت بم بابتا نسيوا دو مصدر هي اللي رأى ما جي بيدكين كالهرهم يعني برنكا جرين ترن وديار ترن يكم يعني المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني كالصالي سار وفاتي كرديان دوام يعني مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح كصالي صارصتنا الشج وفاتي كرديان ديارا وكو دو مصدر أساسي دكري سبارت برسم المصحف العثماني يعني اعتمادي لسربكتو بوي بقرينا وتندام منظومش مان هي بشيوي نظم بيت الشعري داندراون لا هميان بناو بانكتر عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد أو للإمام القاسم بن في الروح الشاطبي كصالي بينصت نود وفاتي كرديان دواميان مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن أوشك محمدي كري إبراهيم صالح حفصته هجده وفاتي كرديا هستاوا بنظم دايناوا بابتي تشي جرينج ديتا بيشمان هل الرسم العثماني توقيفي شوازي نسيني عثماني كري عفان رزاي رحمة خير بك مصحف كان نسراوا الرسم العثماني توقيفية لبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هاتوا يعني اجتهادي صحابي برزبوا ديارا باس ما كرك صحابي برز كتبوا المصاحف مصحف كان نسخة سنة نسيا وفق طريقة الكتابة المعهودة في عصرهم لسردم يوان شوازي نسين سومبا اعتمادا لسر أوكردوا وعليه فإنهم لم يخترعوا رسما معينا قصدوا به يعني هرنستاون تاوكو رسمي شي جاري كراوكن بل كنا سيل سردم يوان لنسينا بيروا اعتمادا لسر أوكردوا بو ناكري بلين إنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم الرسمي مصحف توقيفيا ناتوان وابرين بلكو بلغمان لسرتسهيا أو جمعي عثماني كوري عفان رزاي خواي اللي بكاتك كالجنية شي دروس كرد بو نسينوي قرآن كاتك جمعيان كرد كزيدي كرد با سر برشتيانو كزيد أنصاري بو وسي صحابة برزاكي ترك مكيبون فرمي أجر إيه ولا قال زيدا خلافتان هبو فاكتبوه بلسان قريش برون بوشي وزيك لهجي قريش سو نسيتو هبو نسنا أو بلقية لسر أوي كوا أوات توقيفي نية بلكو اجتهادية لبر أوي أجر هاتو توقيفي با أو صحابة برزانة ديانوتا بيشوا من عثمان أما تسون بلسان قريش يعني بنوسين نا بركو بلساني پیغمبري خوا د نوسين پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسوني باس کردو تسوني اماجه پی کردو بوي او بلغي لسر اوي كوا باجتهاد خوان بلام بپي او طريقه كوا لسردمي صحابي برز نوسينوا كتابت هبوا بابت يشتر دي تبيش هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني دكري اما مصحف بنوسينوا استا طبعي بكين ببي أو رسمي سردمي بيشاو من عثماني يعني رسمي أو مصحفي كإمام عثمان نسيويته وذكري يعني زاناني السلف ضلن سياب بوتسويان وجوب اتباع الرسم العثماني درين واجبة دبي شوين كوتوي سونيتي نسينوي عثماني بن كالمصحفة كان ده هاتوا لبر أوي أو مشوازن نسينا أو رسمي العثمانية مما أجمع عليه الصحابة صحابي بريز كودنجان للسربوا ببيت أوش كوا مصحف ببارزري التي أن يتعرض لتغيير بين حين وآخر كقران كاري بسردابي لسردماني كابو سردماني تشيتر ومن هنا حفظ
على رسمه الأول أوش بوهوي أوي أمشي ويكم زار كبين سرا وببارزريتن ولم يسري تطور الرسم بعد الصحابة على رسمه من القرآن تاوكو للرسمك قرآن كاري بسردانية لداهاتو دا بركو همان أو نسينوي كمصحف عثماني بيدا قتري بمشي وازب بنسريتن بويا أبو عمر الداني اشتيك من بو نقل دكات دفرمي بسيار كلا لإمام مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء دكري خلق مصحف بنسيتوا بو طريقتي كخلق استا بيروي دكا إمام مالك فرموي لا نخر إلا على كتبة الأولى إلا بوشي وزي يكم زار لسري نسراوة بوي أبو عمر دفرمي ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة زانيان خلافيان لسر أوا نيا وهروها هندق للمتأخرين عندنا بوتسونيان زيوازا كأوان وتيانا لم يوجبوا الالتزام برسم معين في كتابة المصاحف وتيانا واجب نيا أما ملزم بن بابند بن بو تسونية الشوازي كالرسم مصاحف كان هاتوا بيكن بلكو دكريتن سردمي استاتسون شوازي قراءة يعني كتابة سونا بم شوازة بينوسين بلام ليرا أما بيويسا آقاداري أو شتبين ضلين كاكا إنه يقال أنه في حالة كتابة مصحف كامل أو جزء منه أتوما بس بيا ويا مصحف بكاملي طبع بكي يعني هنديك آيات بينوسي هروكو إساد بينين يعني لهنديك كتوبة كسكا بيويسي بآياتك دي أو آياتي وردقري دينوسي أو دزانين كوا آماجا كردن بتسان آياتك يعني سبيني بون منا مطبعية كردستي لجنيك دروس دكري كاكبا قرآن طبع بكريتها أو لجني آيات دكريتن أو مصحفي بكاملي دسكاري بكا نخير زانيان دفرمون أجر هاتو كامل قرآن طبع كرا دبي واجبة اعتماد لسر أو رسمة بكري كالا سردمي إمام عثمان كرا بلام أجر آيات بي نخير أو ريبي ددري دكريتن دكريتو صورتك لناو كتابك بكار ديني دكريت بو رسمي كوادتها أما جي بي بي بنوسي بلام أجر مصحف بو نخير دبي التزام بكي بو رسمي عثمانية كواتا الليرة أما با أو يعني ليمان تيكر نبي دو مسألة يواجبوني اتباعي رسمي عثماني لكتابة المصاحف كهندي كان دفر من الرسم العثماني توقيفية كجمهور زانيان فجمهور علماء الأمة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين يقولون صدلا بوجوب اتباع الرسم والمحافظة عليه في كتابة المصاحف لكتابي مصاحف قرآن نسينوا هموي دبي التزامي بيو بكين أو ما بس يعني بي توقيف يكي بلام أجر هاتو تسوين سر بكار يعني آياتك ما نويزبونو سينوا يعني صورتك ما نويزبونو سينوا بتنيا أو الدروستا يعني التزامي بينكن دكريتن بسر بوشي وازي كوا يعني طريقي إملاء استاتسونا بينو سينوا والله أعلم أو شمان بو دروس نابيتن بينزم زانست سبارت ضبط مصحفة ضبط المصحف ديارك أما لما بحث كيتر لباس كيتر باز لمصحف إمام ما كرد كوتمان خالي ولا هيز آماجيك غيري نوسيني بيتكا هيش تشتر تدا آماجي بينك رابو أو ديار السردمي صحابي برز بو سردما بمشي وازروي وكلا سردمي إمام عثمان بمشي وازا كنسرابوا بلام دواتر كعجم فتوحات إسلامي سري خلدا غير عرب فتوحاتي ولاتا كان ينكراو داخل بإسلامون شيشة درزبو لبروي أصلي عرب وصحابي بريز أصلا وان اعتماديان لسر حفظ بو كم تر اعتماديان لسر كتابة دكرت أقرت إمام عثمان أو شش نسخي تدا كوبي كرت بلام دواي عجم هاتن دخول بون بإسلام بون بمسلمان شيشة درزبو كواتا لدواي جيلي الصحابة أو شمان سر هرداداتن خطأ لتسل قراءة لكتابتها بيويسيان بوكر كوا تون أم شيشي حل بكن وتيان كاكا دبيت سبكن ظهرت الحاجة إلى ضبط اللسان العربي تون أمام أو لسان يعني زماني عربي تون بباريزين تون ضبطي بكن دبيت سبكن باستحداث قواعد تضبط اللغة
دەبی بێن چەند قاعدەیەک بنسینەیەک دا بەمەزرێنین لغە زمان ضبط بکاتن وتصون القراءة عن اللحن وخوێندنەوەش بپارێزی لە هەڵەکردن لە خوێندنەوە وعلامات تضبط الخط وچەند نیشانەیەکەوە چۆنیەتی نووسینەوەکە ضبط بکاتن وتصونه عن التصحيف بپارێزی لە تصحیفە تصحیف چێ بەڕێزان یعنی سینی نەکەینە شین صادی نەکەینە ضاد وهروەها تائی نەکەینە ضا یان ڕائی نەکەینە زای یان دال ذال ئەو پیتانەی کەوا ڕسمیانیە کە بەس بە پیت گۆڕانکاریان بەسەردا دێ وهرا دواتر حرەکاتیش ئیضافە کرا بۆیە دەڵێن ئەغلب الروايات ئاماژە بەوە دەکەن یەکەم کەس ئەوەل من ابتكر ذلك هو أبو أسود ظالم بن عمرو الدولي كصالي 69 فاتی کردیە تابعیە دەڵێن یەکەم کەس کە هەستاوە نقطەی داناوە أنه أول من نقط المصاحف يكم كسبك نقطي داناوة يعني سر بيتكان نقطي أما داناوة لدواي أو ومن ثم ظهر علم الضبط المصحف إنزال ضبط المصحف لدواي أو سري هذا بوا بعلمي شي سر بخو ومبادئي خوي هبوا سمشي زانستي الضبط جوركاني علم الضبط هو إلحاق علامات مخصوصة بالحرف داناني نشان نشانەیەکی تایبەت بە پیتەکان لتمييزه عن غيره بۆی ئەم پیتە لە پیتەکەی تر جا بکەینەوە ئەو للدلالة على حركته یان ئەو نیشانە ئاماژەیە بۆ ئەم حركة أو نحو ذلك یان بەم شێوەیە وقد كان هذا العلم ابتداء يعرف لسرتا بس دناسرا بعلم النقط والشكل بيان دا قلت زانستي نقط يعني داناني النقطة والشكل يعني حركات ثم غلب مصطلح الضبط دواتر زاراوي ضبط زياتر غلبتي كردو زياتر بلابو أو بكار هاد واستعمل مصطلح النقط في نوعين زاراوي نقط بودو زور بكار دي يكم بيدا قلت نقط الإعجامي دوم بيدا قلت نقط الإعراب نقط الإعراب كنقط المدور شي بيدا قلت نقط الإعجام بمعنى بمعنى وضع النقاط على بعض الحروف داناني نقطة لسنبيتك لتمييز الحروف المتشابهة منها في الرسم تاو كل شان زابكين وكو السين والشين إذا السين والشين يق رسمي هي تنها بداناني نقطة ليك جادة كرينوا دوم النقط الإعرابي بمعنى وضع علامات معينة على الحرف لضبط حركة إعرابه نقط الإعراب برزان يان بيدا قلت نقط المدور داناني نشاني ياري كراو لسر بيت بو أو تون دخوين ريتو تون إعراب دكريتن كأوشان دكات دودزور النقط المدور والنقط المستطيل يعني مدور أويك بازنية تشيكسكان دكرت يان خطي كان ذكر نقطي مستطيل يعني مثلا في خطيك وكو يستح حركات كوهبوها وهذا تفصيل كل منها اوج ببي مرحله يعني ببي قناغي ميجي قران كاري بسرداتو يعني باز ذكرتن اولا يكم يعني النقط المدور كدري نقط ابي اسود الدولي كصالي الشستنو فاتي كرديا يكم كس او كردوتي سمي باسم واضعه بناوي دانركي دان داوك أبو أسود الدولي وهو الذي أصطلح عليه باسم النقط المدور كبيد قتري نقطي دوران الصوران وذكر بعضهم باسم نقط الإعرابي هندي كان بيد قتري نقط إعراب خلاصي طريقة كتسونا برزان بابزان هو ضبط أواخر الكلمات كلمات كالكوتاي بتبيت كوتاي دي ضبط بكري بتون ضبط بكري بوضع نقطة فوق الحرف أجر هاتو نقطة كان لسر بيتك دان دابا علامة لفتحه دبو فتحة أو نقطة تحته علامة لكسره أجر نقطة كان لجير دانابا أو كاتي دبو كسره أو نقطة أمامه علامة لضبطه يعني نقطة كان لبيش دادنا دبو تضمه كواتا اگر لسريان دانا با لسر بيتكا دبوا فتحة لجيريان دانا با دبوا كسرة لبيش بيتكا دانا با او دبوا ضمة ادي التنوين يان چون دادنا برزان لحالة التنوين اگر
دوو نقطەیان لەسەر دانابا دەبووە تەنوین فتحە، دوو نقطەیان لە ژێر دانابا دەبووە تەنوین کەسرا، ئەگەر دوو نقطەشیان لە پێش دانابا ئەوە دەبووە تەنوین ضەمما. بەڵام چیان دەکرد لەو کاتی بەڕێزان؟ ئەو حرەکاتانە ئەو نقطانە کە دەیان کرد حرەکاتەکان ڕەنجی سووریان بۆ بەکاردەینا ليتميز عن رسم الحروف تاوەکو دەگەر حرفەکان لێک جیا بکرێنەوە الذي كان باللون الأسود پیتەکانیان بە ڕەنجی ڕەش دەنووسی، بەڵام ئەو حرەکاتانە کە ئەو برن تازە کە باسمان کرد ئەو بە ڕەنجی سووریان دادنا بۆی تاوەکو لێک جیا بکرێنەوە. کەواتە لێرە ئەو نەقتی مدەوەڕە ئەوە لە زیاتی حرەکات بووە. دووەمیان نەقت الإعجام چیە؟ المراد به تمييز الحروف المتشابهة في الرسم ئەو پیتانەی کە پێک دەچن لە وێنە چۆن لێک جیا بکرێنەوە کەلبائی والتائی والثا. ئێستا با و تا و ثا یەک ڕسمی هەیە، نقطەك لە ژێر دانێ دەبتە با، دوو نقطە لە ناو دابنێ دەبتە تا، سێ نقطەی دابنێ دەبتە ثا. حيث استخدمت النقط على الحروف أو تحتها للتمييز بينها كأو نقطتان للسريان لجيري دادنا ليش عن زيادة كردو بيتا كان أوجد سردستي تشي زياتر السري هالدا قد ظهر على يد 2 من طلاب أبي أسود الدولي أوانش شيب نصر بن عاصم الليثي كالصالي نود وفاتي كرديان ويحيى كوري يعمر العدواني أوش كبيش صالي نود وفاتي كردوا وقد جعل بمداد أسود يعني بيتكان برنجي رش نقطة كشان برنجي رش دنوسي لبر أوي لأن النقطة أو نقط الحروف جزء منه كان نقطة هر جزء يكلا بيتكا بهمان رنج دانوسي. ثالثا الشكل المستطيل دواتر حركات بيدابو يعني حركة فتحة سير ده كان خطك كم يقدريجا أول شيء هستا أمكاري كرت تفرمي النقط الخليل بن أحمد كخليل كوري أحمدي فراهدي كصالصة حفتا وفاتي كرديا استمر العمل بنقط أبي أسود الدولي بيشوي همو لسر أو نقطي أبو أسود الدولي بردوامون تاوكو خليل كوري أحمدي فراهدي هاد فعمد إلى حل الإشكال أو شكلاني جا كردوا القائم في النقط كما نقطة ذكرى المدور شو فتحة نقطة بازني لسر ذكرى كسرة نقطة بازني لجيري ذكرى أو هستا أم زور الشوازي غوري برنجي سوريش دنسرا فهي تتخذ شكلا واحدا لبروي دو بازنيان بازنيك بيك دتسو إشكال دروز دبو بوي هستا أم شوازي غوري خليلي كوري أحمدي فراهيدي هستا تسيكر شكل حركات دانا وهي رموز يعني رمزي كتكا. ومن صور الحروف فالألف ليرى ألف تناسب الفتحة بخوي ألف فتحة بخوي شيء فتحة حم تلفظك شبه ألف دتيسن هسا لبو فتحي تسيهر بجارت ألف يهر بجارت لكن بدلا من أن تكون قائمة كالألف بطحها ألف بخوي تبعتها راوستاوا ببيويا غير ألفك ناطن لسر حلفك يبكي هسا ألفكي سيلي كرد بدريش كرنوا يعني ببال دانوا بمشي وازا لسر بيتكي دانا ووضعها فوق الحرف لسر بيتكي داينا وأخذ الضمة من الواو ضمي لواو ورقرد وجعلها فوق الحرف هرسا واوي تشكتسكا لسر حرفك دنسرا وأخذ الكسرة من الياء كسرة لتسوى الياء وقرد وجعل تحت الحرف لجر بيتي دادنا معقوفة هكذا بخوي بيتي يا بمشوازة دنسري شوازكي وجعل رمز للشدة الشدش لتسي ورقرد لسرتاي السين يعني للشيني وقرد بلام نقطة كاني بكار نينا وأخذه من أول كلمة شديد لسرتاي كلمة شديد لوي ورجرا وجعل علامة السكون رأس الخاء بيتي خاء بمشي ودنسي بس سرتاي كي ورقرد كرأس الخاء المهملة يعني ويك نقطي لسر نبيتن وأخذها من كلمة خفيف خاء أو بيتي خاء بلام نقطة كي لسرنيا أو نشاني سكون بو كواتا بو فتحة كواتا الألف وقرد بلام ألفكا وكدريش كردن بار بداتوا ضمي لواو ورقرد ضم واو تشيكتسكا كالسر داندري كسري لياء وقرد سري يا كخطيكا لجيري داندريتن
شدش لا بيتي سين سرتاي سين يعني شين ببين نقطة وسكونش لحرف خاء بلان ببين نقطة ورقرت أوانا همو بون بأعماجة لسرتا دادندران وصار أدواتر وتشي بيدا قترا نقط يعني نقط الخليلي يعني غير أبو أسود نما شوازي اشترها تقوري يعني أو الشكل يعني الشكل المستطيل يعني بدريجة ولما ظهر وانتشر بدأ الناس يتركون نقط أبي أسود الدولي دواي أوي كوازيات البلابو خلق أوي كمي أبو أسود الدولي وازدي هنا بركو أوي دومي خليلي كوري أحمد يعني بكار هنا لبر أوي أو أسان تربو بو قارئ كوا بتواني بأساني ليه كان زياب كاتوا لبر أوي النقطة مدورة توزيك زحمتها فتحك يعني كسرك أما أسان تربو بمشي وازي دين سر مجالات أخرى في ضبط المصحف سن مجالي تر سبارت بالضبط كردني مصحف زانا يعني زور جرين جان بعلامات نشانة كان الشكل مصحف هذا وزياتر أوش بيوندارة بعلمي قراءات بو يقارئ بتواني بشوية دروس بخوين تو لو أنا كبيوندي بيوهبي أحكام تجويدها حيث أثبتوا علامات ذات أوضاع معينة هسا نشاني كبيوندارة بقراءات لسر الحكم التجويدي التطبيقي كهسا لسر ياندانا نموني أوش كواهي برزان ديارة لو جاء ما جاء في تقرير اللجنة العلمية الثانية في مصحف المدينة النبوية برواية حفص في اصطلاح الضبط هيتون هول يعني كاتك مصحف المدينة إذا كان مشهورة بيدي قلت مصحف المدينة صون ضبط حركاته كان بكرين برياريان صون دا برياركوي وتعرية الحرف حرف رود بكريتوا من علامة السكون كسكون لسير نبي مع تجديد الحرف التالي أو حرفي كالدواي أو دي تدل على إدغام الأول في الثاني إدغاما كاملا أولا كاتي إدغامي كامل لسر حركي بيشوا هيس حركان بودانانا بركو لإدوميان دانا بحيث يذهب ذات المدغم يعني أو بيتك دغم دكري لقل دواي خوي نبيتك دمينه نصفتي شي دمينه تنكوالا تزويدها دخلندري فالتجديد يدل على الإدغام أو شددانا الدلالة لسر إدغام بو بيتكي بيشوش كهيسي لسر نما بون منا خواهي قورة فرمي من لينة اسا من لينة برام من لينة نون نبا خوي نبا صفاتي شنما من ربك نون ليرش نبا خوي نبا صفاتي نما كغنية من نور بهمانشد من ماء أجيبت دعوتكما تأكد دغم كرا دقر دالي تا نخوي نصفتي شنما هروها عصوا وكانوا بهمان شد وقالت طائفة لرتاكن ما دغم كرا لنا طائي تاكن بخوي نابا صفتي شنما بر رفعه الله إليه بر للام نبخوي نبه صفاتي شنما هروها ألم نخلقكم خوي نخلقكم بلام قاف لنبخوي هيزنا ذاتي ونصفتي شنما و أو بيتكاني بيش خوش تعريان هيز حركيان بونهشت كاو بيدا قلت لي إدغامي كامل أدي لإدغام الناقص سبكن باشا هستان لإدغام الناقص بهمانشد تعريته مع عدم التجديد التالي بيتي يكم همو حركيان لسرها قرد بيتي دوم بلام بيتي دوم الشديع لسرداننا أوج دلالة لإدغام الناقص بحيث يذهب معه ذات المدغم مع بقاء صفته بيتك وكو خوي نما بلام صفتي دمينه وكو تسيم من يقول النون بخوي نما بلام غنكي ما ميوال لرنون وكو خوي نما بلام صفي غني هرما فرطتم لرا دخول مخرجي طعدكي طاء بلام بتاء بمخرجي تاء دردسي بسطت أحطت يعني دخول مخرجي طاء دبيل برا طاء بهسترا دمينيتن بلام بمخرجي تاء دردسيتن أو تدل على إخفاء الأول عند الثاني فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان
يعني دردسي لي كم تاوك وايل دي قرع اللسان لداني الزمان نامنه ولا هو مدغم حتى يقلب من جنسه جنس تاليه تاوك دغم بكري يعني قلب بكري لقر اوي دومي خوي سواء كان هذا الإخفاء ذا إخفاء كحقيقي به من تحتها يعني شفوي به جاءهم بالحق أو على ما جاء وديارك أهلي أداء لإخفاء ميم لكاتي لقربا دكريتن كوا أحكامي تجويدي بيدقوترين دوام يعني رسم المصحف كما اعتنوا تون جرينجان بالضبط حروف المحذوفة دا أو الزائدة في الرسم بهماش أدي حروف زائدة جرينجان بويجدا نمونش بهماشت لهمان ليجنيا كاتك لمصحف مدينة برياريان داك بريواتي حفظ بنسريتوا وكان كاكا وضع دائرة خالية الوسط هكذا هستان بازنيك يعني هنا بازنيك بلام ناوي خالي به فوق أحد الأحرف العلة الثلاثة المزيدة رسما تدل على زيادة الحرف لسر يك لو سيبيتا سي حروف كان ألف واو يا كحروف علنا للسر ودادندرا نشانه لبوئك أو حرف الزائدة دنسره بلام تلفظي بيناكري فلا ينطق به في الوسط ولا في الوقف نلكاتي وصل نلكاتي راوسان بيناك نمونا آمنوا لباجوي الفيكيا يعني بينزيكي دائري سكونيكي دائريان كرد كخالية ونشانه كهو ألف الزيادة يتلو صحفا بهمانشد لأذبحنه لرا الفك بهمانشد أولئك واوكا كأو دائرة خالية ناويان سردانا نبأ المرسلين يأك بهمانشد لرا كناخ من دريتوا بنيناها بأيد لرا بهمانشد يا دوام دنسري بلام أو بازني كالسريان كرديا يعني تكتب ولا تلفاظ سيميا أنواع الوقف ومراتبها زوركاني وستان وقناغ بنديكاني وسيأتي بيانها أوج ديار زانستي لبحث علم الوقف والابتداء باز دكريتن وغير أوشتانج لمظاهر كجرينجان بيدا وكو علامات سكتات وكو بل أرانا واروها علامات انتهاء الآيات كآيات لتشيكو تايدي رقمي آيات كان ناويا نشمارة كان دنسين واروها علامات أحزاب أو حزباء لتشندر أجزاء لتشندرا هميان بو كرد كاصطلاح الضبط في آخر مصحف المدينة النبوية برواية حفص أجر مصحف كبيني لبريكو تايكي بيكوا كأو رمزانة هرهموي رمز كان داندراو لبرامبريشي آماجا كان إشاري بيكراوا الكتب المصنفة علم الضبط أو كتباني كعلم الضبط نوسيويانا زانيان زور جرينجان بيداو تأليفاتيان تيدا كردوال لهميان جرينكتر المحكم في نقد المصاحف لأبي عمر الداني كتصارصته تلتسار وفاتي كرديان أصول الضبط وكيفيته وجئي قتابية كي خويبو أبو داود سليماني كوري نجح كتصارصته نوتشج وفاتي كرديان وهروها بوكو منظومات الشعر الزور جرينجي بيدراو لسري نسراوتوا أو سبارت با كزانستي زور جرينج بو لزانستا جرينجا كاني كضبط المصحف بيدا قدرة الحمد لله وشمان كوتاي هنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.